يعني انا ما اتكلمت عن ملابس هيفاء، لم اتكلم عن جسد هيفاء. انا ما بصيتش ان هي مثيره او ملفتة او كذا او كذا. انا اتكلمت انه الشكل ده لم يوظف لترجمه الواقع المصري. يعني في افلام قبل كده عملها صلاح ابو سيف وعملها غيره، العديد من الناس بيلبس البطله الاستدعاء الشخصيه، بيلبس البطل، ما ينفعش البطل رايح البيت ولا بالصدر. فبالتالي يعني هم طبعا او ده كوره او ده كذا، لكن انا اتكلمت كمان في عدم التوظيف في توظيف الفن. كمان الشهيد لما عمل هند رستم بترقص في القطر مع فريد ركش لما كانوا بيغنوا يا مسافر يوم وليله ورقص هي وكل اللي في القطر رقصوا. انا نزلت فكره النقد الى اقعد اقول الناس ازاي الناس قاعدين في القطر وواحده رقصت وهم قاعدين في القطر ازاي وده بيحصل فين وما بيحصلش فين. خيال وابداع المبدع احيانا بيخليه يطوف بقدر من المبالغه بعض الشيء. بس كمان انا ازعم بان نموذج هيفاء احنا شفناه في الفيلم بتاع الصعايده. انا عارف ان الصعيد يعني عشان بتخيل الصعايده زعلوا مني. طبعا هتلاقي النموذج ده موجود وهتلاقي نموذج المتحرر بعض الشيء ونموذج اللي هو قادر يعمل اللي هو الحب ساعات بيخلي تنازل يربوا يلبسوا يمشوا. فما بالك ان دي كانت بتخرج بس كده وبعدين مش معقول معايا وهيفاء وهلبسها عليا يعني. انا لسه بعد الفيلم فرح دول الستات هو كل لا يعني من اول الفيلم كان هيبقى صعب شويه. انت يعني تقول ان طموحك لسه قدامه كتير. طموحك توصل لايه؟ على مستوى القناه ولا على عمر الزهران؟ القناه. بحلم ان الناس تشوف يوم من الايام فيلم روائي كبير بأبطال كبار انتاج او على الاقل هاي السينما مشاركة في انتاجه نقدر ننتج افلام سينمائية. انا متأكد يعني في عندنا الزميل عز الدين سعيد ده بيخرج افلام تسجيلية عندنا في القطاع. انا متصور انه يبقى من اهم مخرجين السينما في مصر. انا عارف ان في مخرجين موهوبين ومحبطين بدرجة جبارة وفي ناس بيكتبوا حاجات عظيمة. يعني كمان السينما تقدر في وقت من الاوقات نلاقي بعض نجومنا تنازلوا عن اجورهم بعض الشيء وقالوا ان ده اول انتاج لقناة مايل سينما القناة المصرية دي، وقالوا ان هم يشتركوا في فيلم في انتاج بعض الشيء تكلفة قليلة ونعمل اول فيلم انتاج مايل سينما. ده احد طموحات عمر زهران الشخص. يعني هو في طبعا مفيش اجمل من انك انت تحسي في لحظه يعني نفسي في لحظه احس بطعم النجاح، لان حضرتك مش قادر احس بده يعني نفسي احس ان انا فعلا ناجح. يعني بفضل ربنا الحمد لله. ازاي بعد كل النجاحات اللي عملتها في العديد من القنوات والبرامج المميزه جدا والجماهيريه العاليه اللي اخذتها الحمد لله. يعني هذا البرامج انت البطل مش النجم ولا المذيع ولا كذا. الحمد لله. بس عايز اقول لك انه لحد دلوقتي مع حقيقي بكلمك بامانه يا امين انه انا لحد دلوقتي مش قادر احس خالص بالموضوع ده. يعني نفسي احس ان انا ناجح عشان اهدى حتى شويه لانه مش عارف اهدى لحد دلوقتي زي الولد اللي لسه مخلص جامعه وبيجري عشان يثبت وجوده. لحد دلوقتي بروح اللوكيشن بنفسي وبشوف زاويه الكاميرا بنفسي واشوف التفاصيل بنفسي وخايف جدا واشوف المونتاج ولما تتعرض ابقى بتصل بالناس وبسالهم فعلا حاجه كويسه ولا لا، وابقى مهتم ان حد يقول اي نقد عشان ودايما الخوف مخليني مش قادر استمتع باي حاجه لاني خايف ايه اللي ممكن يتعمل تاني وخايف من الفشل طول الوقت، خايف من الفشل. فنفسي احس في مره في النهايه. يعني انت دلوقتي مش عايز تطلع من دايره البرامج، مش نفسك تعمل دراما، مش نفسك تعمل سينما، مش نفسك تعمل حاجه يعني مختلفه عن البرامج اللي تميزت فيها وافتكر ان انت عملت فيها كل اللي انت عايزه. والله انا لو ما اخرجتش السينما وما عملتش دراما وفي طول حياتي بيتقال عمر زهران اللي زي ما انت قلت كده ان البرنامج بيتنسب باسمه، ده كلمه عظيمه. بس طبعا عندي خلف الدراما طبعا ورغبه دفينه جوايا وحاسس ان هيجي وقتها، بس حاسس ان وقتها هيجي في وقت صح قوي. مشغول دلوقتي مش فاضي انك تتفرغ. والله الاخر جاتني مشروعات دراميه
وانا في لسه في بداية القناة. خفت اني لو سبت القناة ربما يفسر او يؤول على اني لم احقق نجاح كرئيس قناة. فيمكن ربما النهارده بعد مرور سنة على القناة ربما يعني بامكاني انه يأتي من يتقلد مقاليد الامور بعد مني ويكمل المسيرة اللي انا عملتها واتفرج انا العمل الدرامي ويبقى فيه يعني. بس انا لا انكر ان انا عندي عشق غير عادي للبرامج.